السلام عليكم. هذه احسن وارخص كنافه اللي تقدروا تجربوها. بقاو معنا، تابعوا معنا الفيديو. بسم الله. شوف كي كتجي الداخل ديالها كريمي من الداخل. بالنسبه للكريم باتيسير غنحتاجو فيه 4 اطرو ديال الحليب. بسم الله. نديرو ساشيات ديال الفاني، ندير جوج ساشيات وغنخليها فوق النار. غنديرها فوق النار باش سميتو غادي. وهنا غادي نخلط السكر، 65 غرام ديال السكر سنيده، جوج اصفار البيض. نحاول نخلطهم مزيان. خلطهم مزيان. كما كتلاحظوا دابا غنزيدو اما 20 غرام ديال المايزينا ولا الدقيق. هاي هذا هو الوصفه ديال الكريم باتيسير ديال دابا. الحليب درتو فوق النار. بالنسبه لهنا غادي ناخذ الخليط الثاني وغادي نزيدو على الحليب. ضروري ما غنزيدو الخليط، خصنا نبقاو نحركو. وهاد العمليه هادي كنديروها من بعد ملي الحليب كيوصل للإبليس، وكيف كما كنقولوا حليب فاض مثلا. ملي كيطلع الحليب في الحراره كنزيدو هاد الخليط وكنبقاو نحركو مزيان. ضروري فوق النار كيبقى يتحرك حتى كيعقد الكريم باتيسير. كما كتلاحظوا هذه هي الكريمه ديالنا، هي تعاقده مازال ما غتبرد، مازال غتعقد. طريقه منزليه وسهله ما فيهاش تعقيدات. بالنسبه للخليط ديال الكنافه غنحاولوا ناخذ الكنافه كما لاحظتوا راه فرتتناها مزيان. خصها ضروري تحل، متبقاش مشموعه بحال هكا. من بعد غنضيفو ليها، هنا كنحاولو نضيفو السكر سنيده اللي هي كتساعد في التقلميشه. نديرو الزبده دايبه، نزيدو القرفه حتى هي نديروها ونخلطو مزيان. نخلطو مزيان وميمطو كنحلو الكنافه، ما كنخليوهاش مجموعه. ديما نبقاو نخلطوها مزيان، ندخلو لها الزبده والقرفه وكنبقاو نحلو فيها، ما نخليوهاش مجموعه بحال هكا. كما كتلاحظوا دابا غناخدو هاد المولات هادو، هاد القياس هذا غادي نعمرهم بالكنافه، ومن بعد غنعاودو نعمرهم في الوسط بديك الكريم باتيسير اللي كنا صوبنا. واحد الحليوه تجي لذيذه ان شاء الله وتعجبكم. غنحاولوا نفاصوني مزيان، نعمرو الكنافه هنايا. حاولوا تضغطوا مزيان عليها باش تشد البلاصه ديالها.
بحال الطريقة باش كتفاصونو لي طارت. نصاوب بحال ديك العشيشات، غير هادي الفرق بيناتها غتكون من الداخل ديالها كاين كريم باتيسير. دابا كما لاحظتوا كيجيو بهاد الطريقه هادي. غنحاولوا دابا نعمرهم بالكريمه ديال الباتيسير اللي كنا صوبنا قبيله. بسم الله. ندير هادي واحد شويه. بالنسبه للكنافه هي عمرناها بالكريم باتيسير. ملاحظه قبل ما نعاودو نسدوها بالكنافه كنديروها في الثلاجه تروبوزا واحد تقريبا واحد نص ساعه المكانه باش باش داك الكريم باتيسير يشد في راساتو. كما كتلاحظوا قبل ما نغطيوهم بالكنافه كنا درناهم يبردو شويه، عطيناهم تقريبا واحد شويه الوقت ديال البروديه باش يجينا ساهلين، ودابا غنبداو نغطيوهم بالطريقه هادي. نسدو عليها بحال هكا. نحاولو نسدو عليها بهاد الطريقه هادي، نحاولو نفينيوها شويه، نبركو عليها بليدينا شويه بحال هكا. هادا نزيد واحد شويه، هادي وحدة نزيد واحد شويه. كما كتلاحظوا دابا غنديرهم في الفران على درجة 180 درجة. المهم انا حتى يتحمروا صراحة هذا باش نشوفهم تبدل اللون ديالهم، ديك الساعة نحيدهم من الفران. كما كتلاحظوا هذه الكنافة ديالنا من بعد ما طيبناها كتجي بهذه الطريقة. دابا بقالنا نعسلوها، كاين اللي كيعسلها بالسيرو، انا كنفضل نعسلها بالعسل بحال هكا. بسم الله. بسم الله. اللي بغا يدير السيرو كيطيب السيرو. دابا حنا عسلناها، دابا نحاولو نزوقوها. بسم الله. كما كتلاحظوا هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوناش بلايك وبارطاج واشتراك. مرحبا بكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.